السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا حبايبي جريد 5. معاكم مستر أحمد عاطف، مكملين النهاردة الترم الثاني المنهج الجديد، درس في منتهى الأهمية وهو Unit 7 Lesson 6 Solving Story Problems. كتير منكم بيشوف كلمة الستوري بروبلمز أو المسائل اللفظية يحس إن الموضوع ده غامض وصعب ويبقى حاسس إن الموضوع صعب. لا بالعكس، أنت على قد ما تفهم على قد ما تقدر حاول تفهم هو عاوز إيه وإن شاء الله تبدأ تحل. أول سؤال معانا بيقول لي هنا سهى likes chocolate، يعني سهى بتحب الشوكولات. One day she bought a chocolate، في يوم اشترت chocolate and ate 5/9 of it، يعني أكلت منه 5/9، 5 قطع من التسعة. In the morning and 1/3 in the evening، وأكلت 1/3 في المساء. يبقى morning الصباح و evening المساء. ماشي، حلو جدا. How much part of the chocolate has she eaten؟ يبقى أنا اللي أنا عايز أعرفه هنا إن هي كام قطعة هي أكلتهم، يعني من الآخر هعمل لهم بلس. بسيطة أوي. يبقى الموضوع هعمل له إيه؟ بلس. سهلة جدا، لسه واخدينها الحلقة اللي فاتت. يبقى 5/9 بلس 1/3. هتقول لي يا مستر أنا عندي مشكلة. هتقول لك إيه هي؟ هتقول لي يا مستر هنا في 9 وهنا في 3. هقول لك برافو عليك، لازم يكونوا الاتنين زي إيه؟ زي بعض. طيب كنا بنعمل إيه لو نفتكر؟ أسأل نفسي سؤال، ها ال 3 دي ممكن تبقى 9؟ 3 6 9 تنفع يا مستر. يبقى أنا هغير الفراكشن التاني بس. طيب 3 ملتبلاي كام ب 9؟ 3 ملتبلاي 3، يبقى هنا ملتبلاي 3 وهنا ملتبلاي 3. تمام؟ بقت دي كام اوفر 9؟ 3/9. 5 بلس 3 يبقى بكام؟ ب 8/9. هقول تاني، ال 3 ممكن تبقى 9، أيوه. هعمل ملتبلاي 3 ملتبلاي 3، بقت دي 3/9. بقت دي 3/9. كده المشكلة اتحلت. 5 بلس 3 بكام؟ ب 8. هي أكلت 8/9 وهو التوتال أو الإجمالي. اللي بعده a piece of ribbon، شريط يقول لي 12/15 meter long، ده الطول بتاعه. piece of 4/15 meter is cut. cut يعني قصتها منها. what is the fraction of the remaining ribbon؟ ما طول الكسر المتبقي. حط مليون خط تحت كلمة remain. كلمة remain زيها زي كلمة left، الاتنين بيعناها الباقي. وأول ما تشوف الاتنين دول في السؤال يبقى أعمل ماينس. برافو. يبقى دي سهلة جدا. 12/15 minus 4/15. وهو كتر خيره مخليه الدينومينيتور شبه بعض، يعني مش يعني أنا هعمله ماينس على طول. 12 minus 4 بكام؟ ب 8/15. وطبعا اليونت ما انساهاش اكتب له متر. اوكي، سهلة جدا مفيش فيها مشكلة. اللي بعده يوسف spent 3/4 of the hour biking. يوسف استخدم 3/4 الوقت في البايكنج و 5/6 jogging اللي هو المشي السريع. Afterwards he swam، هو عام 1/8 of an hour. How much time يوسف exercise before he went swimming؟ يبقى أنا مش عاوز السويمنج، يبقى أنا عاوز الإيه؟ الوقت بتاع البايكنج والوقت بتاع الجوجينج. يعني من الآخر هعمل لهم إيه؟ بلس 3/4 بلس 5/6. طيب ال4 ممكن تبقى 6؟ لا. العكس؟ لا برضه. نعمل زي ما كنا بنعمل، وهنا ملتبلاي ونعكس. هتبقى دي 4
هتبقى سوري، ده هتبقى دي 6 هنا وهنا، وده هتبقى دي 4 up and down. طبعا تحت بقت كام؟ 4 multiply 6 ب 24. خلاص دي مفيش فيها مشكلة. فوق 3 multiply 6 بكام؟ ب 18. 5 multiply 4 ب 20. 18 plus 20 بكام؟ ب 38. اوكي، وقال لك how much time، يبقى ممكن نسميها hour. اوكي يا ولاد، يبقى نركز في السؤال ده كويس جدا، عشان ممكن واحد يقول لك 3 over 4 plus 5 over 6 plus 1 over 8. لا، وقال لك before he went swimming، يعني قبل ما يروح يعني يعوم. اللي بعده if the cup can hold 1 over 4 liter of liquid، لو في عندي كوب يقدر يشيل أو يعني نحط فيه ربع لتر liquid. أميرة poured 1 over 5 of milk، حطت فيه 1 over 5 لتر من الملك، من الحليب into the cup. how much milk can أميرة add to get full cup، عشان يعني أحط قد إيه تاني عشان أمليها. يبقى أنا محتاج أزودها قد إيه؟ يبقى أنا هعمل بلس ولا ماينس؟ برافو عليك، أنا هعمل ماينس. 1 over 4 minus 1 over 5. طيب ال 4 ممكن تبقى 5؟ طبعا لا، والعكس صحيح. يبقى نبدل، يبقى هنا multiply 5 multiply 5، وهنا multiply 4 multiply 4، يبقى هنا 5 وهنا 5 وهنا 4 وهنا 4. اوكي، بقيت في تحت في كام؟ 4 5 multiply 4 ب 20. طبعا هنا في minus 1 multiply 5 5 1 multiply 4 4 5 minus 4 بكام؟ ب 1. يبقى 1 over 20، واليونت الأول وحدة اللي هي liter أو لتر. اوكي يا ولاد، هنا معايا ركز في السؤال ده، بيقول لي use، السؤال ده على فكرة في كتاب المدرسة 9 tiles 1 over 3 of them are red and remaining are yellow. يبقى أنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن أقوم راسم بوكس عبارة عن 9 tiles اللي هو إيه 3 3 3. يبقى هنا نقول دول. أوكي، وهنا أهو أدي 9 3 3 3. هو هنا قال لي إيه؟ قال لي الثيرد منهم ريد، التلت بتاعه. طيب 9 divided by 3 بكام؟ ب 3. يعني التلت بتاعهم ريد، يبقى نيجي هنا نكتب ريد. ريد ريد، وقال لي الباقي يلو. طالما منهم 3 يبقى أكيد الباقي هيبقى إيه؟ 6. يبقى نكتب هنا يلو يلو يلو. أوكي، قال لي how many tiles are red، يبقى أنا علمتك إن أنا ممكن أقول إيه 9 multiplied by third. 9 multiplied third. 9 multiply 1 is 9. 9 divide 3 3، يبقى زي ما قلنا يطلع 3 9. وقال لي how many tiles are yellow، طبعا عديناهم هيطلعوا ايه 6. وممكن برضه اجيبها دايركتلي بقية 2 third multiply 9 18 divide 3 برضه يطلع بايه؟ يطلع ب 6.
هنا مديني بيقول لي 16 منهم 8 و4 و3 وبلو. نرسم احنا ال 16. طبعا نقسم ال 16 كام وكام؟ 4 ملتبلاي 4، يعني 4 أفقي و4 رأسي. ادي الأربعة الرأسي، وهنا 4 أفقي، يبقى 4 ملتبلاي 4 عشان يبقى يطلع لي 16. قال لي هني 8 ريد، يبقى نيجي نعمل هنا 8 ريد. يبقى نكتب هنا ريد، ريد. طبعا الار يعني ريد. ادي هنا الأربعة هم ريد. 5 6 7 8، وعندي 4 يلو. يلو 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 يلو. وقال لي في 3 جرين. نكتب جرين جرين جرين. وقال لي 1 بلو. نخلي آخر واحد بلو ونكتب، لا هنخلي ده جرين الأول، ونيجي هنا نخلي دوت بلو. بالظبط كده. What fraction of array is red؟ في عندي كام واحد red؟ 8. 8 من كام؟ من 16. يعني 8 over 16. يبقى زي ما قلنا هنا في عندي 8 red، 8 من ال 16، يبقى نقول 8 over 16. يبقى زي ما قلنا 8 over 16 اللي هو ايه؟ اللي هو half. يبقى equal 1 over 2، يعني النص بالظبط. وبعد كده كمل لي، قال لي 1 over half اللي هو نص ال 16 يطلع له كام؟ يطلع له 8 اللي هو عندي اصلا في السؤال. يلو عندي كام واحد يلو؟ 4. 4 من كام؟ 4 من 16، يبقى نقول له 4 over 16. 4 over 16 اللي هو ايه؟ 1 over 4. عملت divide 4 divide 4، وبعد كده كمل لي، قلل 1 over 4 16 يبقى بكام؟ يبقى هنا برضه ب 4. اوكي، يا رب يكون اتفهمت. اللي بعده نفس الفكرة برضه في كتاب المدرسة. 12 4 3 3. هنرسم 12 هنخليها 4 multiply 3 ب4 رأسي و3 أفقي، أو العكس أي حاجة. أدي 1 وهنا 2 وهنا 3. قال لي في 4 بلو، يبقى نيجي نكتب هنا بلو بلو. وفي 3 يلو يلو. وقال لي وفي 3 جرين، يبقى نكتب هنا جرين. في 3 جرين، يبقى دي اهو، دي 1 2. وقال لي الباقي ريد. هيتبقى عندي كام؟ هيتبقى عندي طبعا 2، يبقى نكتب فيهم ريد وريد. طيب قال لي الفراكشن بتاع الجرين. الجرين كام اوفر كام؟ 3 اوفر التوتال 12، يبقى 3 اوفر 12 ديفايد 3 ديفايد 3 يبقى 1 اوفر 4. عملت ديفايد 3 up and down.
بعد كده قال لي الريد دي كام؟ 2 من كام؟ من 12. ف 2 divide 12 يعني 1 over 6. 2 over 12 لما 1 over 6. 1 over 3 array. يبقى 1. مين بيقول لي بقى هنا ايه الكولر اللي بيمثل تلت الايه التوتال الاجمالي array. array اللي احنا راسمينه ده طبعا. اوكي، طب التلت اللي هو ايه؟ لا، طب نعرفها ازاي يا مستر؟ هنقول 12 divided by 3. هنحط كلمة array دي مكانها 12. 12 divided by 3 بكام؟ ب 4. مين اللي عندي فيه 4؟ البلو. يبقى الانسر هتبقى بلو، لان هو الوحيد اللي فيه 4. بلو. طيب قال لي 1 over 4 12. 12 divided 4 ب 3. يبقى انا عندي في اثنين، ايه وايه؟ الجرين واليولو. يبقى الانسر هتبقى الجرين، لان الاثنين فيهم 3. والايه؟ واليولو. يا ولاد سهلة جدا وبسيطة، وموجودة في كتاب المدرسة، فبرضه يا ريت نذاكرها كويس جدا. ده كان آخر اكسرسايز معانا النهاردة. يا رب يكون الدرس بسيط وسهل. لو أول مرة تتفرج عليا متنساش تعمل سبسكرايب للقناة. أشوفكم على خير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب.